هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. فيديو النهاردة هيكون مهم جدا، وتوبيك بنتسأل عنه كتير وبنسأل بعضنا فيه كتير وبنتكلم فيه كتير وعلى السوشيال ميديا وفي الجروبات بتاعت البنات. وخليني بس اقولك، لو انت اول مرة تشوفيني، ازيك؟ عاملة ايه؟ انا اسمي رضوى احمد وبعمل فيديوهات هنا على اليوتيوب. فلو لسه اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، خدي جولة كده في التشانل. ولو عجبك المحتوى ما تنسيش ان انت تعملي سبسكرايب او اشتراك في القناة اللي هو الزرار الاحمر ده، علشان ما يروحش عليكي اي فيديو جديد. وبعد ما تخلصي الفيديو، لو عجبك الفيديو اعملي له لايك واكتبي كومنت برأيك، بيفرق معانا جدا لان كل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتنزل تشوف الكومنتس، فاكتبي رأيك في الكومنتات. فيديو النهارده يكون فيه شويه رغي كده، فيعني لو لسه بادئه معانا الفيديو وناويه تكملي للاخر، اعملي حاجه سخنه تشربيها، وانا عامله هنا الكوفي بتاعتي هشربها معاكم واحنا بنتكلم. سؤال بنقعد نساله كتير وبيجي في بالنا كتير وبشوفه كتير قوي مكتوب على الجروبات بتاعت الفيسبوك، وحتى بنتكلم فيه كتير في مسلسلات وافلام وبرامج وكده، ونقعد: ايه اللون اللي ممكن يشد الرجاله اكتر؟ الاحمر ولا الاسود ولا التايجر؟ وفي آراء كتيرة قوي، واختلفت الآراء في الموضوع ده وانقسمت الآراء في الموضوع ده، وفي الأول وفي الآخر هي أذواق. بس لو عايزة تعرفي، بصي، كل راجل ليه تيست، ليه يعني ليه حاجة معينة هو بيحبها، وفي الباقي مفيش راجل ما بيحبش كل حاجة، ومفيش أصلا شخص بوجه عام كده ما بيحبش كل حاجة. يعني انتي نفسك تقدري تفضلي معلقة على لون معين، اقدر افضل البس اسود على طول. لا بجد بجد، كل حد فينا ليه ذوق معين او ليه ميول معينه، وفي نفس الوقت بنحب التنوع. فهو نفس الكلام، الاحمر حلو جدا والاسود تحفه واليجنت، ومهما كنتي لابسه لو في تفصيله صغنونه قد كده، الاسود بيخليها شيك وبيخليها حلوه قوي. التايجر ليه برضو موده وليه روحه وليه شكله والكلام ده كله. بس اهم بقى من الكلام ده كله انك تختاري الستايل اللي بيليق عليكي. يعني ممكن اكون انا مثلا جسمي مليان من حته معينه، او مش مظبوط قوي من حته معينه، والبس اسود او احمر او تايجر او ابيض او لون او فوشيا او بينك او الالوان اللي هي الفايبرنت الفظيعه دي، ويكون الموديل نفسه مش لايق عليا ومش لايق على جسمي، فمش مطلعني باحلى شكل. وممكن في نفس الوقت اكون لابسه لون نيوترال نود عادي جدا، لون بينك which is مش من الالوان المتعارف عليها ان هي الوان مغريه او يعني ايه بتشد النظر، بس الموديل بتاعه وشكله وقصته على جسمي فعلا لايقه. فاختاري اول حاجه الحاجه اللي بتجمل شكل جسمك او بتليق مع شكل جسمك. لو انت مليانه، روحي للحاجات اللي بتكون طويله وسك شويه مثلا، وممكن يكون فيها فتحه، فهتبقى في نفس الوقت مش مبينه شكل انه في جسم كتير يعني، وفي نفس الوقت فيها حاجات بسيطه ديتيلز كده، تفاصيل بتبينك شيك. دي حاجه. لو انت جسمك حلو ومظبوط ومش مش مليانه وما فيكيش يعني عيوب محتاجه تداريها، فاذا انت حره جدا. البسي ابيض، لو عايزه البسي اسود، البسي احمر، البسي اي حاجه، بس less is more. يعني ايه less is more؟ زي ما بنقول كده في السكين كير less is more. برضو الشكل العام كل ما بيكون مش باين اكتر، مش فج قوي المنظر ومش اوفر قوي، بيكون احلى. يعني عارفين، انا بحس دايما الحاجه الكلاسي بتكون هي الماستر. يعني الحاجه الراقيه اللي فيها ذوق، حتى لو تفصيله قد كده بسيطه هي اللي باينه، ممكن تكون بجد مغريه جدا وشكلها انيق جدا، وده اللي بيشد ويلفت النظر اكتر. لانه احنا في الاول وفي الاخر بتتكلمي عن جوزك، فهو مسموح ان هو يشوف كل حاجه. فاذا انت يعني مش مطلوب برضه ان هو يشوف كل حاجه، مش مطلوب ان تبقى كل حاجه اوفر كده باينه. لا، المفروض يبقى في شويه سسبنس وفي شويه كده ايه، مش هقول لك اغراء، بس اغراء يعني شويه كده ايه، في ميستيريسنس او في غموض في الموضوع، ما يبقاش كل حاجه متاحه. انا بشوف كده، ودي وجهه نظري، ان كل ما بتروحي الحاجه تكون مكشوفه اقل، كل ما بيكون شكلها كلاسي اكتر، وكل ما بيكون شكلها راقي اكتر، وكل ما بتطلع جسمك شكله احلى. اعرفي ايه اللي بيليق عليكي، واهم حاجه خلي شعرك مترتب، خلي البرفان بتاعك حلو وهادي لو انت بتروحي للناحيه الهاديه، خلي البرفان بتاعك قوي قوي ووايلد لو انت بتحبي الحاجات دي وده ذوقكم، ما فيهاش مشكله. البيتي بقى اهتمي بالاكسسوارز قوي بتاعه الهدوم البيت، يعني حاجه تكون كعبها لطيف، الشوز بتاعتك تكون نظيفه وانيقه ولايقه،
فيها سترات بسيط، ما تكونش حاجات بقى اللي فيه انا مش بفضل يعني، ومش بحب الحاجات اللي فيها الفرو والريش والحاجات الاوفر دي، مش بشوفها شيك، مش بشوفها حلوه خالص. بدي حاجه ساتان مثلا خفيفه، حاجه فيها فيونكه، حاجه فيها سترات خفيف كده ديتيلز، زي مثلا شايفين السترات اللي هنا اللي على الحمالات دي. انا بحب الشكل ده وبشوف ان هو شكل انيق جدا. فالتفاصيل دي مهمه جدا وبتفرق جدا، بتروح بالشكل بتاعك او بالاوتفيت اللي انت لابساه لحته تانية خالص لما تهتمي بيها. كمان مهمه جدا وهتنقل شكلك في حته تانية خالص زي الاكسسوارز بالظبط، هي شعرك. تعرفي ازاي امتى ترفعي شعرك وامتى تبقي مسيباه، امتى تلمي شويه وتسيبي شويه. الشعر بيفرق جدا في شكل الحاجه اللي انت لابساها. بصوا مثلا انا لابسه اهو، اوكي، انا لابسه عادي خالص، بصوا شعري، اوكي، بصوا هغير ازاي شكله كذا مره كده. انا مثلا لو جيت هنا قسمته من النص كده، اوكي، ده كده ممكن يبقى شكل، اوكي. بصوا انا كده مش بحط حتى اكسسوارز ولا توج، هجيب شعري كله ناحيه واحده، هيبقى فيه فوليوم كده وناحيه واحده. بصوا ده شكل تاني، اوكي. هرفع شعري مثلا بان سي كده، وهرفعه زي ميسي بان كده، او يعني ايه، بان مش متظبطه قوي، وهخليه مرفوع كده اهو. حط له توكه من هنا اهو كده، ده كده شكل مختلف، اوكي. اللي قصدي عليه انه الشعر فعلا بيفرق جدا في شكلك وبيخلي الستايل شكله مختلف خالص. فاعرفي ايه الحاجه المناسبه، وامتى ترفعي شعرك وامتى تلميه، وامتى تستخدمي حلق كبير، امتى تستخدمي حاجه صغننه نيكلس هنا. يعني خلي الموضوع كله يبقى فيه ماشي مع بعضه، مش كل حاجه. يعني بشوف ناس كتير قوي مثلا بتجيبي حاجه حلوه قوي، اوتفيت حلو قوي، او لونجري حلو قوي، او دريس حلو قوي، واكسسوارز حلو قوي، وتالون حلو جدا، وايرينجز فظيعه، حلقان حلو قوي، وبنلبسهم كلهم مع بعض، بس هم مش لايقين، مش نفس الستايل، مش نفس الالوان، مش نفس المود كده. فاعرفي تستخدمي ايه ازاي وامتى، هيفرق جدا في شكلك النهائي. اعرفي تستخدمي برفيوم نوعه ايه، اعرفي تحطي حتى نيل بولش لونه ايه، برضو بيفرق جدا جدا. يعني ما كنتش لابسه مثلا حاجه تايجر وحاطه نيل بولش اصفر، يعني عارفين. فاعرفي انك تستخدمي كل الاكسسوارز وكل الحاجات التجميليه بشكل متناسق مع بعض عشان يكون شكلها احلى. ده الاهم بكتير قوي، وده المفتاح لان شكلك في الاخر يكون فعلا في غراء وشياكه ورقي، ما يكونش بس انه يعني عارفه في ناس تبقى ملفته مش بشياكه، ملفته بس ايه ده، انه لازم تبص عليها، فاهماني. فبلاش تكوني من النوع ده انك تلبسي حاجات مبهرجه كتير قوي. روحي دايما للحاجات الكلاسي اللي شكلها شيك وانيق وبتليق عليكي. بس كده يا حلوين، يعني دي معلومات سريعة ومش عايزة الفيديو يكون طويل قوي. بس لو عايزين نتكلم تاني اكتر في الاكسسوارز واجيب لكم حاجات اوريها لكم كده، اكتبوا لي في الكومنتس وهعمل لكم كده ان شاء الله. ولو عندكم افكار فيديوهات تانية اكتبوا لي برضو، حابين تشوفوا ايه سكين كير، حابين نتكلم في مواضيع اكتر، عندكم مشكلة معينة حابين نتكلم فيها، وان شاء الله نتكلم فيها الفيديوهات الجاية. بس كده يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.